ايه رأيكم لو نعمل مع بعض النهاردة صينية السمك اللي ريحتها بصوا هتلم عليكم الجيران؟ حاجة كده بصوا اخر طعم خطيرة. هنعمل السمك بطريقة سهلة وبسيطة وصحية، والناس بقى اللي عندها السكر او الناس كمان اللي عندها اي امراض او حتى اللي بتخسس بتعمل دايت، حلوة اوي الوصفة دي ليكم. السمك ده يا جماعة مغذي جدا، وفيه فوايد مهدور حقه بجد يعني. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي. احنا هنحضر السمك بتاعنا. هتنضفيه لو هو مش متنضف كويس، وتغسليه كويس جدا بالدقيق والليمون. تمام، ده بيكون شكله بالظبط، وبفتحه بالشكل ده. التتبيلة سهلة وبسيطة جدا، عبارة فلفلاية حمرا فلفلاية خضرا، وكمان 8 فصوص من الثوم وخل وليمون وملح وكمون وكزبرة، وكمان معلقتين من هريسة الفلفل اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده. هخلطهم مع بعض بالشكل ده. الخلطة دي جبارة خطيرة لأي أسماك، بتكون خطيرة جدا على فكرة. انا عملتها في فيديو مستقل لوحدها، بحطها في برطمان بكميه زي ما عرفتكم قبل كده. ببتدي ان انا اتبله من الجنبين بالشكل ده واقفله تاني. تمام، تبله بس كويس جدا عشان طعم السمكية يكون حلو. هخلص كمية السمك بتاعتي كلها بنفس الطريقة. التركية بقى اللي هتخلي صينية السمك معاكي خطيرة، خطيرة فعلا. بتسخني صينية كويس جدا. تمام، وبعد كده بتحطي عليها معلقتين 3 كده من الزيت، ونسيبه يسخن كويس جدا. عايزين درجة حرارة الزيت عالية، عايزة اول ما احط السمك يعمل تش، ودي مهمة قوي على فكرة. شفتوا، انا اتأكدت ان الزيت بتاعي سخن جدا، ابتديت احط بقى السمك ناحية وناحية، يعني راس الناحية دي وديل الناحية دي. تمام، عشان الصينية تاخد كمية السمك بتاعتي. كمان كان في كام بطروخة كده جمال جواهم، مش هسيبهم طبعا، حطيتهم فيه. التتبيلة بقى طماطميتين وكمان فلفل احمر واخضر، وهنزل بباقي التتبيلة بتاعتنا اللي احنا عملناها، وهعملهم كويس جدا كده بمعلقة من الزيت. هغلفهم كويس قوي. عايزة الخضار ده يتبل كويس جدا. لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني، انا مروة، متنسيش لايك وشير للفيديو، ولو عجبك الفيديو شيريه مع صحابك واحتفظي بيه كمان، هتحتاجيه ان شاء الله لما تحبي تعملي الطريقة دي. انا ما بقلبش السمك، يا دوب بديله صدمة على النار مش اقل من 7 او 10 دقايق، وبعد كده بنزل بالخضار بتاعي زي ما انتوا شايفين. تمام كده. الخطوة دي مهمة جدا. بسيبه بقى على النار مش اقل، يعني على البوتاجاز من فوق، مش اقل من 10 دقايق. بس الاول الطبق اللي فيه التوابل بتاعتي حطيت فيه كوباية من المية ونزلتها عليه. بعد كده بتدخل الفرن بقى، تاخد تقريبا نص ساعة. بتشغلي الشواية وبتشمي احلى ريحة. سهلة وبسيطة وسريعة، وبصوا حلوة جدا يا جماعة، خطيرة فعلا. حلوة ومغذية وكمان صحية جدا. ناس كتير طلبت مني اكلات صحية، عملتها مع رز ابيض مفلفل اخر حاجة. بجد الاكلة دي رهيبة حلوة جدا. جربوها وباذن الله هتعجبكم قوي. شايفين الطعام؟ اتمنى بجد كنتوا تشموا الريحة. ريحة قلب البيت كله بجد خطيرة. انا لما بعمل صينية السمك دي، البيت كله بيعرف ان انا عاملة سمك على فكرة. من الريحة الجبارة دي. ببتدي اشيل بقى الشوكة الكبيرة القلبوزة دي، بشيلها خالص، وببتدي كمان اعصر عليها ليمون. انا عن نفسي بحبها بالليمون. ببتدي احط كده شويه من الليمون، وهتاكلي احلى سمك. السمك متطعم كويس جدا، وشويه كمان من الصوص بتاع السمك اللي في الصينيه نفسها. السمكيه دايبه متطعمه جدا بالتوابل بتاعتنا. جربوها ومنتظره رايكم. باي باي.